السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك ورزاع فيديو جديد من قناتكم قناة رزاع في موبايل. والنهاردة جينا بفيديو قوي جدا جدا جدا، إن هقول لك أفضل 3 خطط في اف سي موبايل، وكمان أفضل أسوأ 3 خطط في اف سي موبايل، وكمان ممكن أضيف لك كمان خطة زيادة في كل واحدة. فالنهاردة جينا بفيديو قوي جدا جدا، وهقول لك كمان الأسباب. ولكن قبل ما نبدأ أتمنى منك تسأل عن النبي، تشكر الله وتعمل على زر لايك وتنضم لعيلتنا عيلة رزاع وتشترك في القناة. وليتس جو. طبعا بقى يا رزاعنا دخلنا على الفرقة، وطبعا انت عندك تقريبا 30 تشكيلة. انا هعدهم لك. هنا 3 6 9 12 15 كام 18 21 24 25 26 7. عندك 27 تشكيلة، تقريبا 30 تشكيلة بالظبط في اف سي موبايل. مين افضل 4 ومين اسوأ الاربعة وليه؟ مبدئيا كده نبدأ بالأسوأ. هقول لك ليه أسوأ 4 تشكيلات أنا هختارهم دلوقتي. مبدئيا كده التشكيلة الأولى هتستبعد لك 17 أو 18 تشكيلة، وهي أي تشكيلة في اف سي موبايل فيها المراكز دي. يكون فيها 5 لعيبة دفاع، اوعى تلعب بتشكيلة فيها 5 لعيبة دفاع، اوعى تلعب بيها. زائد لو أي تشكيلة فيها 3 دفاع ما تلعبش بيها، أو أي تشكيلة فيها ار ام أو ال ام، أو أي تشكيلة فيها سي اف. يعني انت لو جيت تعد التشكيلات دي تلاقي 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 تشكيلة استبعدهم لك، واوعى تفكر تلعب بيهم، لانهم فيهم الحاجات دي. 5 دفاع او 3 دفاع اياك تلعب بيها. لو فيها مركز السي اف او ال ام او ار ام اياك تلعب بيها. انت التشكيلات دي هتكون سيئة جدا جدا جدا، ومش هتفيدك. وحرفيا التشكيلات دي بتبقى عميقة، بتبقى عتيقة كده كده، مش بتبقى عارف تلعب بيها. مش بتكون معتمد على اسلوب معين، الاستحواذ مثلا او الهجمات المرتدة، او ان انت تعتمد على التسديد من بعيد. ملهاش اسلوب، او ملهاش، او حتى اللعيبه بتاعتها بتبقى ضعيفه في اف سي موبايل. نبدا بقى بالتشكيله. ده طبعا تشكيله واحده استبعدت لك بيها 17 تشكيله. نروح بقى للتشكيله التانية، وهي تشكيله 4 3 3 الدفاعيه. بص انا ممكن اقول تشكيله وانت تكون بتعرف تلعب بيها، وهتيجي تكلمني وتقول لي انا بعرف العب بيها اصلا. اه ممكن تكون بتعرف تلعب بيها لأن انت اتعودت عليها. بس التشكيله دي ليه ضعيفه؟ مبدئيا كده التشكيله دي دفاعيه جدا، وهي دفاعيه وحشه. هتقولي ليه وحشه؟ ان حرفيا كل اللعيبه داخله ببعض. يعني في فيفا لما المدافع ده بيبقى واقف مثلا، ويلاقي فيه هجوم على ناحيه اليمين، فقوم رايح ناحيه اليمين. طبعا انت عندك لعيبه كتيره جدا، فانت بص، فهو هيروح في اي حته، حرفيا هيلف الملعب كله. فاصلا هو مفيش تنظيم دفاعي كويس، وزائد ان انت بتهاجم ب3 فقط. وعندك اللاعب السي ام ده هو مش عارف يعمل اي حاجه اطلاقا، لان هو يعني مفيش حد هيوصل له الكرة من ورا، وهو مش عارف يوصل الكرة قدام، لان هو واحد بس. وطبعا ده هيتعب منك، ومش عارف كمان يكمل الماتش. يعني ممكن تيجي على الدقيقة 70 حرفيا مش هيعمل معاك اي حاجة في الماتش. حرفيا تشكيلة عقيمة جدا. والصراحة انا جربتها اكتر من ماتش ومعرفتش اعمل بيها حاجة. فهي مش قوية جدا هجوميا، ممكن تكون كويسة دفاعيا، ولكنها مش احسن حاجة. الصراحة ما اشوفهاش ان هي تشكيلة قوية، وما ما انصحكش ابدا ان انت تعتمد عليها. نروح بقى للتشكيلة التانية معانا في الفيديو، هي تشكيلة 4 3 3، اللي هي فيها 3 لعيبة سي ام. هنا ندور لك عليها اهي. ليه التشكيلة دي بقول لك وحشة؟ التشكيلة دي ولا هي دفاعية ولا هي هجومية. يعني انت مثلا مش هتقول لي انا هاجم بالتلاتة مثلا السي ام. السي ام هقول لك بس دور السي ام ايه. السي ام في حياته دوره ان هو ياخد الكرة يديها لاقرب لاعب جنبه، او يدي ثرو مثلا مهاجم وشكرا. ده مهمته في الحياة. هو مش مهمته ان هو يهاجم، ولا مهمته ان هو يدافع. ده مهمته في لعبة اف سي موبايل. فبص يعني في بيس مثلا، كل لاعب في اللعبة ليه اسلوبه. يعني انت ممكن تلاقي ظهير، اغلب الاظهرة في فيفا بتهاجم. لا انت ممكن تلاقي ظهير مثلا في بيس اسمه ديفنسيف فول باك، لا هيدافع. ممكن تلاقي قلب دفاع بيتقدم، لا في فيفا مثلا ممكن تلاقي بيلد اب او دستروير.
ففي بيس في اساليب لعب لكل لاعب، عكس في بيس لا، انت كل مركز ليه الحاجه بتاعته، حتى لو جبت لي مين كل مركز هيعمل نفس الحاجه. يعني انت ما فيش فرق مثلا بين صلاح وميسي لا، الاتنين هيعملوا نفس الحاجه طالما الاتنين نفس الاوفر ونفس الطاقات. بس ما فيش اي فرق في اللعيبه في اف سي موبايل. نرجع بقى لموضوعنا، التلاتة سي ام مش هيفيدوك هجوميا ولا هيفيدوك دفاعيا، الا لو بتعرف تلعب استحواذ ممتاز جدا جدا جدا. ويعني نقول مستحيل ان انت تخسر الكرة بسهولة. لو بتعرف تلعب استحواذ، بتحب تهدي اللعب وكده، لا انصحك تلعب بيها. وفي التحدي اللي بيكون موجود يوم السبت، اللي هو تحدي الاسبوع السبت والحد، انصحك برضو تلعب بيها، لان انت تقعد تستحوذ على اللي هو الكمبيوتر، والكمبيوتر صعب، انصحك تستحوذ عليه وانت بتلعب قدامه. فانت تقعد تستحوذ عليه، فانت تعرف تلعب بيها والتشكيله هتكون كويسه معاك. ولكن لو انت ما بتحب تلعب الكرة كده على طول وخلاص، وتعتمد على السرعات والمهارات والحاجات دي، التشكيلة دي هتكون من أسوأ التشكيلات اللي انت هتجربها. تشكيلة الصراحة ما انصحش بيها إلا للناس اللي بتعرف تلعب بالاستحواذ. نروح بقى للتشكيلة التالتة معانا. طبعا أنا كده قلت تلاتة، ولكن هديك واحدة رابعة كده اللي هو إيه، يعني قبل ما نمشي يعني التشكيلة كده رابعة مني ليك. هو المفروض تلاتة، بس يلا واحدة كده إيه مني، وهي تشكيلة أربعة اتنين تلاتة واحد. بس هي مش دي، هي في واحدة شبهها بالظبط، راحت فين؟ دي لا مش دي، دي من احسن التشكيلات، دي من احسن التشكيلات والله العظيم. راحت فين؟ اختفت التشكيلة اهي، لقيتها. ليه التشكيلة دي وحشة؟ التشكيلة دي انت لو بصيت عليها تلاقيها منظمة جدا. يعني هي فيها خمسة دفاع وفيها أربعة هجوم، ودي حرفيا انت لو ركزت فيها تلاقيها من أحسن التشكيلات. بس انت لما تدافع بخمسة وتهاجم بأربعة، مين هيوصل الكرة للهجوم؟ أنا نفسي أعرف. مع أي تشكيلة لازم يكون فيها سي ام عشان يعرف يوصل الكرة للهجوم. أما المركز السم ده لازمته إيه في الحياة؟ فانت التشكيلة دي الحل الوحيد اللي هتستخدمه فيها، انت تخش تقطع الكرة، تديها للاعب السي دي ام يقوم عامل ثرو بس. ده الحاجة الوحيدة اللي هتستعملها في الحياة. بس لو انت قلت لي انا هخش اعمل مهارات مثلا او كده، فانت ما قول مثلا انت عملت مهارة هنا، انت عديت، انت هتخش تشوط في الدفاع؟ لا طبعا. اغلب التشكيلات هتلاقي واحد مثلا فتح لك على الطرف جناح ولا كده، بس التشكيله دي ما فيهاش اجنحه. فانت التشكيله دي يا اما تعمل بيها سيروهات بس، هي مش بتعتمد على الاستحواذ، مش بتعتمد على الدفاع، مش بتعتمد على الهجوم، هي السيروهات بس حرفيا. لو بتعمل سيروهات، دي التشكيله دي انصحك بيها وهتكون مميزه جدا معاك وهتكون من احسن التشكيلات. ولكن لو مش بتعرف تعمل المواضيع دي، فلا ما انصحكش بيها، وخصوصا ان السيروهات بقت صعبه اصلا في اف سي موبايل. نروح بقى لافضل اربع تشكيلات، والتشكيلات اللي انا بجدها الصراحه هي من افضل التشكيلات في اللعبه ان لم تكن الافضل بالنسبه لي. نروح بالنسبه للتشكيله الاولى، وهي تشكيله 4-2-4. التشكيله الاخيره دي في ناس كتيره جدا بتقول انها تشكيله سيئه ومش بتحبها اطلاقا. وده طبيعي، لان التشكيله دي هي مش بتعتمد على الاستحواذ، هي بتعتمد على الهجمات المرتده بس. يعني انت لو هتعمل هجمه مرتده بس، التشكيله دي هتكون قويه جدا معاك. اما لو انت هتلعب استحواذ، هي التشكيله دي هتكون سيئه جدا معاك. يعني اللي هو سيروهات بس، او حتى او حتى هجمات مرتده، التشكيله دي هتكون قويه جدا معاك. لو بتحب، يعني لو اغلب الماتشات بتاعتك بتبقى انت اللي الكره بتبقى مع الخصم والخصم هو اللي ضاغط عليك، فالتشكيله دي هتكون قويه جدا جدا معاك وهتفيدك، وهتكون حرفيا دمار بالنسبة لك. كمان التشكيلة فيها أربعة دفاع، والسي ام كمان هيعرف يوصل الكرة للهجوم في حالة الهجوم المرتد، وخصوصا لو السي ام كان سريع. فالصراحة هتكون تشكيلة رعب بالنسبة لأي حد هتواجهه. تشكيلة الصراحة قوية وأنصحكم بيها. نروح بقى للتشكيلة التانية معانا، واللي أنا دوست عليها في تشكيلة الأسوأ، بس طبعا كان بالغلط، هي تشكيلة 4-3-1-2 دي. ليه التشكيلة دي أحسن؟ التشكيلة دي مبدئيا كده فيها 3 سي ام، منهم واحد شايف نازل تحت سنة. لو بصيت على التمركز بتاعه بالنسبة للاتنين دول، هتلاقيه هو نازل تحت سنة. ده هيكون أقرب للدفاع، مش هيكون بيدافع، مش هيكون حاجة الأساسية بتاعته بيدافع، بس تمركزه في الملعب هيكون تحت. يعني انت واحسن لك تحط فيه لاعب اصلا سي دي ام. يعني في نسخه رودري سي ام مثلا، دي لو حطيتها حرفيا هيبقى جبروت فيها. حط خلت مثلا، تحط باتريك فييرا. حرفيا اللعيبه هنا في المراكز دي اللي هي بتبقى مايل للخط الدفاع شويه، بس هي مش بتبقى سي دي ام. فحرفيا اللعيبه دي بتبقى هكرات حرفيا في المركز ده. فالتشكيله دي قويه. وكمان انت عندك اتنين سي ام اللي هم ايه احرار شويه عن ده قريب قوي من الدفاع. وكمان انت عندك بتهاجم بتلاتة، بس دول هيفتحوا لك الملعب. ده غير اصلا الاظهره اللي هتتقدم ممكن تعمل لهم عرضيات. التشكيله دي هتكون قويه جدا في العرضيات، وخصوصا لو الكام طويل يعني. فانت بقى عندك تلاتة. يعني لو رحت بيرلو مثلا وعملت بيه عرضيه،
انا شايف انا في ثلاثة واقفين عند منطقة الجزاء. يعني لو عدت من دياجو جوتا مستحيل، عدت من باجيو مستحيل هتروح للدناتلي، ولو راح عدت من ده كله هتروح للظهير اللي هيكون مستني في الناحية التانية. فالتشكيلة دي قوية جدا جدا جدا، وانصحكم بيها، والتشكيلة الصراحة من اقوى التشكيلات في اللعبة. اي نعم انا ما جربتهاش، ولكن بالنسبة شفت فيديوهات كتير الناس بتجربها وبتقول عليها اسطورية. فانا هجربها على فكرة بعد الفيديو، وكمان هأكد لكم عليها. نروح بقى للتشكيلة التالتة معانا، وهي تشكيلة 4-3-3 محافظة. هتقول لي ايه الفرق بينها وبين التشكيلة 4-3 الدفاعية؟ ما هي يعتبر، يعني استنى اوريها لك. ايه، هي تشكيلة 4-3 الدفاعية اللي قلت ان هي اسوأ من اسوأ التشكيلات في اللعبة. 4-3 الدفاعية اللي يختلف ان ده سي ام، والاتنين دول سي دي ام، ده الاختلاف الوحيد، ونفس التمركزات ونفس كل حاجة. ليه التشكيلة دي افضل من التانية؟ مبدئيا كده انت بتدافع بخمسة. شايف انت كده انت بتدافع بخمسة، وبتهاجم بتلاتة، وعندك اتنين بيوصلوا لهم الكرة. انا قلت لك ايه السي ام دوره؟ ايه؟ انه بيوصل الكرة للهجوم. فانت بقى عندك تلاتة هجوم، هم مش هيدافعوا لانهم وراهم حرفيا اربعة واربعة وتلاتة، انت وراهم سبعة، فهم التلاتة بيفضلوا قاعدين كده قدام، وانت عندك اتنين بيوصلوا لهم الكرة، وعندك خمسة بيدافعوا. التشكيلة دي من اقوى التشكيلات في اللعبة، عكس التانية ان انت كنت بتدافع اصلا بستة وبتهاجم بتلاتة، وعندك واحد فقط هو اللي يوصل الكرة للهجوم. اما انت عندك اتنين، يعني لو الكرة راحت ناحية الشمال انت عندك بيرلو مثلا هيوصل، لو الكرة راحت ناحية اليمين انا عندي روبرتو باجيو هيوصل، ولو الكرة يعني عدت من الاتنين دول انا عندي خمسة هيدافعوا، وطبعا عندي خط هجوم قوي فهقدر استفيد بيها. فالتشكيلة دي قوية جدا جدا جدا، وانصحكم بيها، من انها من اقوى التشكيلات في اللعبة. نروح بقى لاقوى تشكيلة في اللعبة بالنسبة لي، وهي تشكيلة اللي انا كنت بلعب بيها قبل كده، ولكن اضطريت ان انا اغيرها. طبعا مش التشكيلة دي، هي شبيهة، هي 4-1-2-1 الضياع. التشكيلة دي من اقوى التشكيلات في حدث نمط المدير الفني. حرفيا التشكيلة دي هاكرز حرفيا هتكون معاك. تشكيلة انت بتدافع بخمسة، وبتهاجم بتلاتة، وعندك اتنين يوصلوا الكرة الهجوم، فانت بتهاجم بخمسة وتدافع بستة، وعندك في خط الوسط اتنين. تشكيلة متكاملة بطريقة مش طبيعية. يعني شايف ثانية، هحطها كده مثلا عشان تكون مظبوطة بس. ايوه، تشكيلة متكاملة بطريقة مش طبيعية. انا بدافع بخمسة، تمام. انا خلاص انا ختمت حاجة اسمها الدفاع. الكرة بقت معايا، انا معايا اتنين سي ام يقدروا يوصلوا الكرة للهجوم. وباجيو التشكيلة دي بيبقى الكام فيها بيبقى متحرر، يعني انا ممكن الاقي باجيو واقف بره الملعب اصلا، يعني ممكن الاقي هنا، ممكن الاقي هناك، ممكن الاقي حارس مرمى. فالجي كي بيبقى الكام عذرا بيبقى ايه، بيبقى حر شويه، فبيقدر يتمركز في اي حته هو عايزها. فهو ممكن يعمل هنا ار2، ممكن يعمل هنا ار2، ممكن يلف ويعمل له عرضيه، ممكن يشوط باور شوت من الناحيه اليمين، ممكن يشوط باور شوت من عند المدرب. فالتشكيله دي قويه جدا جدا جدا، لان كل اللعيبه فيها حره، وعندك اتنين مهاجمين لو حطيتهم اتنين مهاجمين صراع انت حقرت اللعبه رسميا يا صاحبي. بس يعني التشكيله مش عايزه شرح، شكل التشكيله اصلا يشرح لك كل حاجه عليها. وبكده رزقنا نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك انك تكون صليت على النبي، ذكرت الله، ودعمتني وضغطت على زر لايك، وانضميت لعائلتنا عائله الرزاع، واشتركتنا في القناه. وجود باي.